نوصل قطر المنتخب التونسي في مباراته الافتتاحيه بمونديال قطر 2022 يواجه في مقابله محفوفه بالمخاطر المنتخب الدنماركي. بالتالي في هذا الفيديو غادي نعملوا واحد المقارنه شامله ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي، نعطيكم من خلالها مجموعه من الاحصائيات، مجموعه من الارقام الخاصه بالمنتخبين. كذلك كنبغي نعلمكم بانني غادي نقوم بواحد المواكبه خاصه لجميع مباريات المنتخب التونسي في مونديال قطر 2022 وكذلك لجميع مباريات المنتخبات العربيه. فقط اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش يشترك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد اول باول، ديروا لايك، نتلاقاو بعد جينجل. عثمان سبورت، كن رياضيا ذكيا. نبداو هذه المقارنه بسنه تاسيس المنتخب التونسي، تاسس سنه 1957 بينما في المقابل المنتخب الدنماركي تاسس سنه 1889. اذا تكلمنا على سنه الانضمام المنتخب التونسي للفيفا فهو انضم للفيفا سنه 1960 بينما المنتخب الدنماركي انضم للفيفا سنه 1904. الا شفنا الكلاسمون مونديال او الترتيب الحالي ديال المنتخب التونسي فهو يحتل الرتبه 30 عالميا، في المقابل المنتخب الدنماركي يحتل الرتبه العاشره عالميا. بالنسبه لافضل تصنيف وصل ليه المنتخب التونسي كان سنه 2018 عندما احتل الرتبه 14 عالميا، في المقابل افضل تصنيف وصل ليه المنتخب الدنماركي كان عام 1997 عندما احتل الرتبه الثالثه عالميا. إذا تكلمنا على أسوأ تصنيف وصل ليه المنتخب التونسي كان هو الرتبة 65 عالميا سنة 2010، في المقابل المنتخب الدنماركي احتل 51 عالميا سنة 2017. نمشيو نشوفوا أكبر انتصار حقه المنتخب التونسي في التاريخ ديالو فهو كان سنة 2015 على حساب جيبوتي عندما انتصر ب8-1، في المقابل أكبر انتصار حقه منتخب الدنمارك كان سنة 1908 عندما انتصر أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 18-1. إذا تكلمنا على أكبر خسارة تعرض لها منتخب تونس فهي كانت سنة 1960 عندما خسر أمام المجر ب10-1، في المقابل أكبر خسارة تعرض لها المنتخب الدنماركي كان سنة 1937 عندما خسر أمام المنتخب الألماني بنتيجة 8-0. بالنسبة لعدد المشاركات في كأس العالم المنتخب التونسي سيشارك للمرة السادسة في تاريخه. أول مشاركة للمنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم كانت سنة 1978، في المقابل المنتخب الدنماركي هو الآخر سيشارك للمرة السادسة، وأول مشاركة كانت المنتخب الدنماركي في نهائيات كأس العالم كانت سنة 1986. نمشيو الآن ونشوفوا الإحصائيات الخاصة بالمشاركات ديال كل المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي في نهائيات كأس العالم. المنتخب التونسي لعب 15 مقابلة، استطاع على أنه يحقق الانتصار في مناسبتين، تعادل في 4 مقابلات، خسر في 9 ديال المقابلات، استطاع على أنه يسجل 13 الهدف وتلقات الشباك ديالو 25 هدف. أما بالنسبة للإحصائيات الخاصة بالمنتخب الدنماركي في نهائيات كأس العالم فهو لعب 20 مقابلة، استطاع على أنه ينتصر في 9 ديال المباريات، تعادل في 5 ديال المباريات، خسر في 6 مقابلات، استطاع على انه يسجل في نهائيات كاس العالم 30 هدف وتلقات المرمى ديالو 26 هدف. بالنسبه لافضل مشاركه حققها المنتخب التونسي فهو في التاريخ ديالو لم يتجاوز دور المجموعات، في المقابل المنتخب الدنماركي افضل انجاز حقه في نهائيات كاس العالم سنه 1998 عندما بلغ دور ربع النهائي. الا مشينا وشفنا المواجهات المباشره بين المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي فكنوجدوا على انهم تواجهوا في مناسبتين. الاولى كانت رسميه سنه 1960 في نهائيات كره القدم الاولمبيه بروما، انتهت لصالح المنتخب الدنماركي بنتيجه 3-1، والثانيه كانت وديه سنه 2022 هي الاخرى انتهت لصالح المنتخب الدنماركي بنتيجه 2-1. نمشيو نشوفوا شكون هي افضل تشكيله ممكن يلعب بها المنتخب التونسي الشقيق امام المنتخب الدنماركي. حسب وجهه نظري الشخصيه غادي نوضع على مستوى حراسه المرمى الحارس المتالق ايمن دحمان. بالنسبه لثلاثي خط الدفاع غادي نوضع كل من الغندري، طالبي ومرياح. بالنسبه للظهير الايمن محمد دراغر، ظهير ايسر علي العبدي. اما بالنسبه لثلاثي خط الوسط غادي نوضع كل من السطخيري، الوحش العيدوني وكذلك غيلان الشعلالي، وضعته مكان حنابه المجبري باعتبار غيلان الشعلالي قوي على مستوى الالتحامات البدنيه وكذلك قوي على مستوى افتكاك واخراج الكره. اما على مستوى الجبهه الهجوميه فغادي نوضع ثنائيه نعيم السليسي اللي سجل في اخر مباراه للمنتخب التونسي ضد المنتخب الايراني، وبجانبه غادي نوضع عصام الجبالي. وفي الاخير كنتمنى حظ موفق لمنتخبنا التونسي الشقيق في نهائيات كاس العالم قطر 2022 ولجميع المنتخبات العربيه، ولما لا يكون مونديال قطر فرصه لانجاز تاريخي لجميع المنتخبات العربيه. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش تدعمونا وتشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.